سمكة النهاردة سمكة مكافحة جدا، من أول الحراملك اللي بيعملوا الذكر لإناثه وأساليبها الدفاعية الذكية لحد اسمها اللي جمع بين موس الحلاقة واللؤلؤ. يا ترى تعرف إيه عن سمكة البغبغان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سمكة معروفة في اسكندرية باسم سمكة البغبغان. والأسماك اللي اسمها بغبغان كنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في المحتوى بتاع المرة اللي فاتت لو حد حابب يشوفه. سمكة البغبغان لها اسم تاني في لبنان، هي سمكة الفارة، واسمها بالإنجليزي بيرلي ريزور فيش، والاسم ده معناه الحرفي سمكة موس الحلاقة اللؤلؤية، وسموها كده عشان هي رفيعة جدا شبه الموس، وكمان في لمعان على بطنها عامل زي لمعان اللؤلؤ. يا ترى حد شاف السمكة دي قبل كده؟ يا ريت تقولوا لنا شفتوها فين وكان اسمها ايه في المكان اللي شفتوها فيه، اكتبوا لنا في التعليقات. سمكة البغبغان اكتر حاجة بتميزها ان جسمها رفيع جدا زي ما قلنا، وعندها زعانف داير ما يدور حوالين جسمها، ولونها يتراوح بين البرتقالي مصفر للوردي المحمر، وهتلاقي خطوط على جسمها. الخطوط دي بتبقى عجيبة جدا، من عند الراس بتبقى مزرقة، وفي بقية الجسم هتلاقي الخطوط دي لونها رمادي او رمادي مخضر. راسها مسطحة جدا واخدة انحدار شديد من قدام، وعندها 4 انياب حاميين في بقها وبتستخدمهم بذكاء شديد. طب ازاي؟ هي عندها قدرة انها تتني جسمها 90 درجة، فانت لو اصطدتها بهدوء شديد كده بتبص على ايدك فين وتتني جسمها وتعضك. يعني هي بتستعملهم بفهم، واي محاولة ان حد يصطادها هي دايما بتحاول تستخدم سنانها في الهرب. حتى لو انت مسكتها بشبكة هي بتحاول دايما تستخدم سنانها انها تهرب من اي حاجة. سمكة البغبغان موجودة شرق المحيط الاطلنطي، من عند امريكا من اول نورث كارولاينا لحد شمال خليج المكسيك، بما في ذلك البحر الكاريبي ولحد كمان البرازيل تحت. وموجودة كمان غرب المحيط الاطلنطي من اول فرنسا فوق لحد انجولا تحت، بما في ذلك البحر المتوسط وكل الجزر اللي فيه. سمكة البغبغان رغم ان شكلها غلبان كده، لكن هي بتنتمي لعيلة بتضم 25 فرد موجودين في البحر المتوسط، من ضمنهم سمكة الخضير او البدرية اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في محتوى سابق. بتحب القاعان الرملية والطينية، وبتعيش على اعماق من متر وحتى 20 متر. اما في الشتاء بتاخد بعضها وتعمل هجرة صغيرة، يعني نقدر نقول ان هي في الشتاء بتعزل يعني، وتروح على اعماق اكبر شوية من 90 متر ل 150 متر. سمكة البغبغان بتتولد كلهم كإناث، وبتغير شكلهم كتير على مدار حياتهم. يعني وهم صغيرين ليهم شكل، ولما يكبروا شويه شكلهم يتغير شويه، ولما بتوصل مرحله البلوغ بيتحول اعداد منها لذكور. وهتلاقي الفرق الرئيسي بين الذكر والانثى من عند الدماغ من فوق. راس الانثى من فوق كده هتلاقيه واخده انحناء بسيط كده قبل ما تنزل لتحت، اما عند الذكر المنحنى ده بيبقى حاد جدا. كمان الذكر ممكن يكون لونه اغمق شويه. بيتم التكاثر في الربيع والصيف. كل ذكر بيعمل منطقه نفوذ وبيسيطر فيها على عدد من الاناث. الاناث بدورها بتبني عش على الرمله قريب من الصخور او الشعاب المرجانيه او اعشاب البحر اللي بتبقى في القاع، والعش بتاعهم بيكون شكله قريب جدا من شكل العش بتاع سمكه الخضير او البدريه اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده. سمكه البغبغان عندها اسلوب دفاعي. اول ما بتحس بالخطر بتحط جسمها في الرمله بحيث يبقى عينيها واسنانها لفوق. متوسط طولها 18 سم، واقصى طول مسجل ليها هو 38 سم. بتحب الميه الصافيه جدا، وبتعيش من 8 سنين ل 15 سنه. سمكه البغبغان رغم ان هي هنا في اسكندريه اقل في الاهميه الاقتصاديه، لكنها بتخش في الصيد التجاري في كثير من الدول زي ايطاليا واسبانيا، وبالذات في اسبانيا هي تعتبر من الاسماك ذات القيمه العاليه. اما هنا في اسكندريه فهي من الاسماك الاقتصاديه، واحيانا بتطلع مع الصيادين الهواه في صيد التسقيط اللي هو من على مركب. بالنسبه للاكل، في الاماكن اللي هي بتعتبر فيها قيمه اقتصاديه عاليه وسمكه غاليه بيتعمل لها اختراعات زي الصوص الابيض والشوي الخفيف على الجريل، لان لحمها طري وقليل الدهون وطعمه حلو جدا. اما احنا هنا في اسكندريه افضل حل ليها ان هي تتقلى وطعمها بيكون جميل جدا. في النهايه يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.